أهلا بكم. توفي الإيطالي بيير ماريو موروزيني لاعب ليفورنو عن عمر ناهز 25 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية خلال مباراة فريقه مع بيسكارا من دور الدرجة الثانية الإيطالي. وفاة أعادت التساؤلات حول كثرة تعرض لاعبي كرة القدم للأزمة القلبية مؤخرا، ودفعت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى تأجيل جميع النشاطات بما فيها السرقة. هي ليست الحالة الأولى التي يتوفى فيها لاعب كرة قدم داخل المستطيل الأخضر، وقد لا تكون الأخيرة. الراحل الأخير من الملاعب كان الإيطالي بيير ماريو موروزيني الذي وافته المنية بعد نصف ساعة من مباراة فريقه ليفورنو مع بيسكارا قبل بضع جولات من نهاية دور الدرجة الثانية الإيطالي. متوسط الميدان موروزيني لعب لأودينيزي وبولونيا وفيتشينزا وريجينا وبادوفا، ومثل الأتزوري من 17 وحتى فئة الشباب. سكتة قلبية لم تكن كتلك التي تعرض لها فابريس موامبا لاعب بولتون الذي توقف قلبه ل78 دقيقة وعاد للخفقان، وها هو يتابع مباريات فريقه من المشفى. وغير ببعيد من ليفورنو، العائد أنطونيو كاسانو تعرض لجلطة دماغية سببها القلب، تعالج وعاد ليدافع عن الروسونيري بالنفس الأخير من الدوري. وفاة أعادت التساؤلات مرة أخرى حول جدوى الفحوص الطبية وعمل أعضاء الجهاز الطبي في الأندية والمنتخبات.